عملت النهاردة أكلة مشاوي، فعلا أكلة مميزة، تتبيلة وريحة وطعم فعلا مميزين. هتشوفوا النهاردة التتبيلة وفعلا لو جربتوها هتدعولي. يلا نسمي الله ونشوف عملنا الحاجات دي مع بعض ازاي. جبت عندي الكبة الأول، نزلت فيها بحوالي 3 طماطمات كده وسط، تمام، وبصلاية أو بصلتين وسط برضو. أهم حاجة في الخطوة دي الفلفل الأحمر، ده متوفر دلوقتي في السوق وسعره كويس قوي. فلفل احمر 2 او 3 كده حلوين، تمام، مع الطماطم ومع مع البصل. وجبت ليمونتين غسلتهم كويس ورحت حطاهم زي ما هم، طبعا شلت منهم البذر اهم حاجه وحطيتهم زي ما هم. راس توم كده كبيره كده مفرومه حلوه عندكم الفريزر او موجوده عندكم، وفي الكبه بنضرب الكلام ده كله مع بعض. خدوا بالكم سهله وبسيطه زي ما قلت لكم. الليمون مش هنقشره، هنحطه زي ما هو. انا حطيت ليمونتين كبار عشان عامله كذا تتبيله، تمام. بضرب الكلام ده كله مع بعضه، ما تقلقوش القشر مش هيمرر خالص ولا هيبان طعمه، بالعكس هيدي مزازه كده حلوه المشويات اللي انتوا بتعملوها، تمام. بخلص كده في الكبه كويس، بفضي بقى في قلب الصينيه، وبنزل بقى ايه بالتتبيل بالبهارات بتاعتي. دي اهم حاجه في الخلطه. بنزل بقى بالبهارات. انا كده كده هسيب لكم البهارات والمقادير تحت في صندوق الوصف. اهم حاجه البابريكا، دي بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه، انا مستخدمه بابريكا مدخنه، تمام. بهارات لحمه، بهارات فراخ، كل حاجه معلقه صغيره. فلفل اسمر، فلفل اسمر زودت معلقتين صغيرين لان انا عامله تتبيله كتيره. هنا حطيت توم باودر، بصل باودر، البهارات اللي موجوده عندكم يا جماعه في كل بيت، تمام. من كل حاجه معلقه صغيره، الا الفلفل الاسمر معلقتين صغيرين. مكعب ماجي حسب الرغبة لو حابين، انا حطيت برضو 2 عشان الكمية اللي انا عاملاها، تمام. حوالي ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من الزيت. 4 معالق من الخل، ربع كوباية من الزيت، 4 معالق من الخل. بصوا دول معلقتين كبار من الصلصة المعلبات، معلقتين كبار من الصلصة المعلبات. هنا نص معلقة صغيرة من الشطة الحمراء، ودي اختياري بس عايزة اقول لكم مش هتبان في الطعم خالص. نص معلقة صغيرة من الشطة الحمراء. هنا نزلت ب4 معالق كبار من الكاتشب، تمام. نزلت هنا ب4 كوبايات من الزبادي الصغيرين، علب الزبادي الصغيرة بتتباع في السوبر ماركت. أنا جبت 4 علب عشان قلت لكم الكمية اللي أنا عاملاها، تمام. 4 علب زبادي من الصغيرين، تمام. بصوا التتبيلة دي والله العظيم سحر، طعمها فعلا مميز في المشاوي، تقدروا تعتمدوها بس جربوها. طبعا معلقة كبيرة من دبس الرمان، بس كان في التلاجة فبينزل كده واحدة واحدة. هو حوالي معلقة كبيرة كده من دبس الرمان. وبعد كده طبعا أساسي برضو في الوصفة دي صويا صوص، حوالي 3 4 معالق حلوين كده من الصويا صوص، تمام. الميكس ده فوق الرائع، تمام. بقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه، لازم اقلب كويس الخلطة كده كلها مع بعض لمدة دقيقة كده، اتأكد ان المكونات مع بعضها تمام. طبعا انا كنت محضرة الفراخ بتاعتي غسلاها كويس قوي وخلياها، تمام. لو عايزين ابعت لكم الطريقة بتاعت تخلي الفراخ، اعمل لكم فيديو ليها واصورها لكم، تمام. خليت الفراخ بس الفرخه سليمه زي ما هي، بس انا خليتها بس كده من جوه، تمام، من العظم، لكن الفرخه سليمه كده بس من غير عظم، تمام. هنا حطيت حبه ملح، حوالي معلقه كبيره من الملح. طبعا راعيت ان في ليمون وصويا صوص، ما كترتش، وفي ماجي فما كترتش كتير في الملح. ناخد بالنا من النقطه دي مهمه جدا. غسل الفراخ ومنشفاها كويس قوي، هجيبها كده قدامكم اهو، الفرخه تمام سليمه بس انا خليها من العظم. بنزل بقى بالتتبيله التحفه دي كده في قلبيها. يعني يفضل التتبيله دي تقعد فيها قبلها بيوم يكون افضل واحسن. انا اشتغلت فيها بعديها ب3 4 ساعات، تمام. كان اخواتي عندي فعملتها على طول، تمام. فيعني 3 4 ساعات برضو كانت حلوه وجميله، بس تفضل احسن قبليها بيوم، هتديكي نتيجه فوق الرائع بصراحه. بصوا كده انا خاليه الفراخ زي ما قلت لكم من العظم، دي فراخ بس سليمه وماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين كده، تمام.
بحط عندي بقى الفراخ كلها اللي انا عاملاها جايباها، وبنزل بيها كده في الخلطه التحفه دي. عايزه اقول لكم ريحه الخلطه اصلا مميزه كده. تمام، حطيت الفراخ كلها في قلب الصينيه وبغطيها كويس وبحطها في التلاجة 3 4 ساعات كده او 5 ساعات، يا ريت يفضل نسيبها في التتبيله شويه. تمام، بركن بقى كده دي في التلاجة وبغطيها. هنا عندي جبت بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل احمر او قرنين اهم حاجه، وفصين من التوم، وكل ده في الكبه وضربتهم ونزلت بيهم كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين. بنزل بقى بالبهارات بتاعتي عاديه، ملح، فلفل، مكعب ماجي، صويا صوص. طبعا دي تتبيله اللحمه المشويه. تمام، هوريها لكم دلوقتي. طماطمايه كبيره، بصلايه كبيره، فلفل احمر 2 اهم حاجه، بضربهم في الكبه مع بعض، وطبعا فصين من التوم وبنزل بيهم كده زي ما انتوا شايفين في الكبه. هنا بهارات لحمه، فلفل اسمر، مكعب ماجي، ملح، فلفل، حبه صويا صوص. بهارات اللحمه هنا تبقى بسيطه مش كتيره، مش زي الفراخ. تمام، زي ما انتوا شايفينها كده بسيطة وسهلة، وبرده يعني ريحة التتبيلة بتاعتها هتلاقوها برده مميزة وحلوة. وبرده يفضل نسيبها يعني برده كام ساعة كده حلوين، وحبة خل أساسي في قلب الوصفة دي. مكعب ماجي زي ما انتوا شايفين كده برده حسب الرغبة، أو تحطوا مكانها بهارات بيضة لو انتوا حابين. حبة صويا صوص زي ما قلت لكم حوالي 3 أو 4 معالق. تمام، حبة خل صغيرين زي ما انتوا شايفين، وحبة زيت، يعني معلقتين كده بس من الزيت، عشان البهارات دي الخلطة دي تبقى متماسكة كده مع بعضها. تمام، بقلب كده كويس زي ما انتوا شايفين الخلطة كويس قبل ما انزل باللحمة بتاعتي. اللحمة بتاعتي جايباها من الفخدة حتة كده، قلت له ممكن تنفع للشوي، فقطعها لي رقيقة كده زي ما انتوا شايفين. تمام، بصوا شكلها تحفة. جبت اللحمة كده وفردتها زي ما انتوا شايفين وفي قلب الخلطة، وبرضو بقلبها كويس قوي، وبسيبها برضو كام ساعة كده في التلاجة. يفضل المشاوي أصلا نعملها قبلها بيوم، هتديكوا نتيجة تحفة في الشوي وكل حاجة. دي حتة كده ايه، يعني هي مش دهنة، حتة كده زي الذرة كده، قطعتها شرايح. تمام، وبرضو هشويها مع الفراخ، هتدي ريحة حلوة قوي قصدي للحمة، هتدي ريحة حلوة قوي للحمة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بقلبهم كويس قوي، وبسيبها برضو كام ساعة. ويفضل برضو زي ما قلت لكم قبليها بيوم نحط الكلام ده كله في قلب حلة كده، ونغطيها هنغطيها بقى بأي حاجة عندكم، كيس، أي حاجة عندكم هنغطي بيها اللحمة، وبرده في التلاجة ونركنها كام ساعة كده حلوين. تمام، طريقة الشوي بقى الطريقة اللي تفضلوها، يعني في نفس الطريقة دي تنفع حطوها في صينية وتدخلوها الفرن وتغطوها. تمام، بورق فويل وورق الزبدة، مفيش مشكلة. أنا هنا شويتها في البلكونة، أنا قلت لكم كان أخويا هو اللي بيشويها كمان، ربنا يديله الصحة يا رب، هو اللي كان بيشوي اللحمة. تمام، بصوا كده عملنا قعدة حلوة كده في البلكونة. بصوا شكل اللحمة رهيب والريحة تحفة، مش عايزة اقول لكم. انا عملت التتبيلة وكل حاجة، وقعد بقى في البلكونة، وقعد بقى ايه يشوي كده زي ما انتوا شايفين. طبعا طريقة الشوي اللي تفضلوها، هتحطوها الفراخ نفس الكلام في صينية، وتحطوها برضو زي ما هي، ولا تحطوها ولا تغطوها بأي حاجة، وهتتشوي في الفرن برضو، والخلطة بتاعتها منها فيها هي اللي هتسويها. تمام، اللحمة برضو نفس الكلام في صينية، وهتروحوا حاطينها في الفرن، وبرضو مفيش مشكلة هتستوي. تمام، وتزودي لها بس ربع كوباية من المية. انا بوريكم يعني ايه هي تنفع بكذا طريقة. بصوا شكل اللحمة كان فعلا مميز زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بقول لكم اللي بيشوي اخويا مش انا، يعني ربنا يحميه يا رب. بصوا هو استاذ في الحاجات دي. طريقة الشوي سهلة وبسيطة وحلوة، وريحة الشوي مش عايزة اقول لكم. طبعا الناس المتوفرة عندها الشواية دي تمام، زي ما قلت لكم في الفرن مفيش مشكلة، في الشواية الكهرباء برضو تنفع. الوصفة دي تنفع تعملوها بأي طريقة، بأي طريقة، هي اللمة الحلوة هي اللي بتبقى ايه أحلى حاجة في الموضوع بصراحة. تمام، بنقلبها كويس قوي. انا كان نفسي اجيب لكم مقطع الفراخ وهي بتتشوي، بس للاسف المقطع ما تصورش. تمام، ده منظر اللحمه والفراخ بعد ما اتشوت على الفحم زي ما انتوا شايفين كده. يعني ريحه وطعم ما شاء الله، الله اكبر.
بصوا المنظر النهائي. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير. سلام.